وادعي ان ربنا يرزقني قدرة زيادة على التركيز وقدرة على الفهم وقدرة على استمرار القعدة في المذاكرة. أنا مؤمن تماما وعندي قناعة تامة يعني 100% إن الدعاء يغير حياتك كلها. فتدعي بقلبك وتدعو بما تريد، عشان بعض الناس عندها آفة وقت لما بيجي يدعي بيقتصد. يعني بيقتصد يعني بتعيش بأحسن حاجة. يا ابني خلي عندك يقين في ربنا، عيب، ربنا كريم، ربك كريم. فوانت بتدعي ادعي بقى على حاجة. اصلا انا امكانياتي يا ابني، ما كلنا امكانياتنا. انت فاكر مين اللي جامد؟ يعني ده هو كرم ربنا بس مش اكتر. مفيش حاجة اسمها انا جامد، انت جامد عشان ربنا كريم بس، فتظهر انك جامد. يبقى دي نقطة لازم تبقى انت مقتنع بيها جواك. احنا في كل شؤون حياتنا المفروض ندعي. انا كطالب هبتدي المذاكرة، شتان في نتيجة المذاكرة بدعاء ومن غير دعاء. لما ابتدي اذاكر ابعد، يعني ادعي ربنا انه يبعد عني نزغات الشيطان وانه يبعد عني وسوسة الشيطان، وادعي ان ربنا يرزقني قدرة زيادة على التركيز وقدرة على الفهم وقدرة على استمرار القعدة في المذاكرة. لما بدعي قبل ما اشتغل هلاقي نتيجة تانية خالص ما كنتش أنا لاقيها. طب أنا رايح مشوار شغل، بتقدم لوظيفة، أدعي ربنا. الواحد عارف يا أستاذ محمد لما بيقعد يفكر كده بيلاقي نفسه في الآخر الدعاء بيبقى عبارة عن تسليم الأمر لله. أنا رايح أشتغل في شغلانة معينة، بقول يا رب إذا كانت خير لي فيسرها لي، طيب مش خير لي اصرفها عني. هنا الناس اللي ماشية بالمبادئ دي بتلاقي نفسها يعني مرتاح طول الوقت، ويبقى ماشي حياته كلها بالدعاء. أنا يعني كان حظي حلو إنه أبويا رحمة الله عليه درس لي طول الوقت أهمية الدعاء، والنتيجة إن أنا دلوقتي بعد وفاته أنا بعيش نفس المنهج اللي هو عايشني بيه. كل يوم بدعي له والله، وكانت وهو آخر كلماته على فراش الموت كان بيقول لي، كان بيوصيني بالدعاء لي، وإن أنا أفضل ماشي حياتي بالدعاء. فلازم ولادنا برضو يتعلموا. يعني أنا مثلا لما بلاقي ابني، أنا لو دخلت على ابني فجأة ولقيته بيدعي ببقى فرحان جدا، حتى لو كان الدعاء ده مثلا في زنقة امتحانات ولا في ظروف. أنا لما الاقي ابني بيدعي يبقى أنا ربيت، يبقى أنا ابني عارف السكة. فبما إنه كل الطلبة ولادنا وزي ولادنا، فبنقول لهم إن أنت لازم في الآخر تفهم إن ده أمر من ربنا، وإن الدعاء عبادة. الدعاء مش طلب، الدعاء مش يعني في ناس فاكرة إن الدعاء هو طلب بس. الدعاء ده اعتراف بإنه أنا العبد، وإن ربنا هو الرب وهو مالك الملك وهو الكريم وهو الوهاب وهو القادر. فاللي بيدعي الحركة دي كده مع التضرع إلى الله فيها اعتراف بده كله. فهو اللي بيدعي هو المؤمن، هو ده أساس. يعني نوصل المعلومة بأن الدعاء ركن أساسي في الحياة، هو أصل العبادة. الدعاء هو أصل العبادة، الدعاء هو مخ العبادة. طب إمتى بقى الدعاء يبقى مستجاب؟ واحد خد بالأسباب ومضطر، ده اسمه دعاء المضطر. أنا في موقف معين، يعني أنا مثلا ذاكرت درس جوه اللجنة دلوقتي، وأنا متأكد إن أنا ذاكرت الدرس ده وفي حتة نسيها وخلاص، ما أنا جوه اللجنة، فبتوجه إلى الله وبطلب مني إن ربنا يذكرني، وإن ربنا يعني بإيده إشارات المخ بتاعتي وبإيده الكيمياء بتاعت جسمي كلها، فربنا يلهمني الإجابة ويلهمني الفكرة. أنا عاوز الجيل يبقى كده. بحلم إنه ولادنا كلهم يبقى دي حياتهم، يبقى هو شغال وبياخد بالأسباب، وفي نفس الوقت الجانب الإيماني عنده عالي وبيدعي وهو شغال. عارف يا أستاذ محمد لما أحس إنه نسبة كتيرة من الناس كده، الواحد بيطمن على نفسه وعلى بلده وعلى كل حاجة جاية. إن الجيل يبقى فاهم أساسيات الحياة، مش ماشي بالأسباب المادية بس. لا، أنا لازم أخد بالأسباب المادية وإن أنا أشتغل، ولازم أغلف حياتي بالدعاء. هنا يبقى احنا يعني إيه، هنتجنب كتير من المشاكل النفسية والحياتية اللي ممكن تحصل. بس أهم شرط في الدعاء مش تنظيم الكلمات. الدعاء يعني لازم يبقى أنا متيقن إن ربنا هيستجيب لي، وعندي عشم ملوش حدود في ربنا. ولازم يبقى برضو مصحوب بالأخذ بالأسباب. يعني ما اقعدش أنا مرتكن وأقول إيه ما ذاكرش وأقول يا رب أطلع من أوائل الجمهورية، زي ناس كتير بتقعد بقى تقول كلام بقى كده. ده كلام مش منطقي، لأن أنت كده عايز تخالف قوانين الكون. أنا أدعي ربنا إن ربنا يقدرني على المذاكرة، وأدعي ربنا إن ربنا يرزقني فهم،
ويرزقني تركيز. فلازم الدعاء يبقى منطقي يعني مأخوذ بالأسباب. أنا مؤمن تماما وعندي قناعة تامة يعني 100% إن الدعاء يغير حياتك كلها. الدعاء مش مجرد كلمات بترددها وقت الحاجة، لأن الدعاء في الحقيقة يا شباب هو أسلوب حياة تقدر تعيش بيه حرفيا. هو الصلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كل يوم في تفاصيل حياتنا من أول ما نصحى لحد ما ننام، الدعاء المفروض يبقى حاضر في كل خطوة، في فرحك، في حزنك، قبل أكلك وقبل نومك، في كل أوقاتك، في كل تفاصيل حياتك الدعاء لازم يكون حاضر. وعايز أقولك على حاجة مهمة قوي، اتعود إن دعائك مش بس يكون وقت الطلب، مش بس يكون وقت ما أنت محتاج حاجة من ربنا سبحانه وتعالى. ده على فكرة كويس ومطلوب. يعني في ناس كده طول السنة كده يعني شغالة فسق وفجور، تيجي قبل الامتحان تصلي بقى وتدعي وهكذا. كويس، مش وحش والله. بل ان في ناس اصلا بتخلص ثانويه عامه وهي مقربه من ربنا، يقول لك انا اللي طلعت بيه السنه دي من السنه اني قربت من ربنا، بقيت بصلي، انتظمت في الصلاه. دي حاجه اصلا تكفيك. عايز اقول لك واحنا بنصور المحاضره بتاع النهارده، احنا النهارده مخلصين تصوير المحاضره 7 صباحا، احنا كنا المفروض نخلص التصوير على 1 2 بجد ماكسيموم. جينا بنصور البي سي بتاع الشاشه عطل، حصلت مشكله. فوالله فكرت كده في حاجه، اللي هو طب وانا داخل كده الاستوديو داخل اصور، هل شكرت ربنا سبحانه وتعالى وحمدت ربنا ان البي سي شغال، وان الاضاءه موجوده، وان الاستوديو اصلا موجود، وان الشغل اصلا موجود، وان محمد اصلا موجود، وان الناس اللي بتساعدني اصلا موجودين؟ انت واخد بالك التفاصيل بتاعت الشغل؟ طب انا حسيت امتى بالنعمه؟ لما فقدتها. ففكر كويس جدا 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 في كل اللي حواليك. ده هيخليك ما تزعلش ابدا، ولا تيأس ولا تقنط من اي حاجه حواليك، لان مهما يحصل لك مشاكل برضو انت في الاف النعم. خلاص، الواحد فينا لما يبدأ يومه بالصلاة والأذكار وتحمد ربنا سبحانه وتعالى وتشكر ربنا على النعمة اللي انت بتعيش فيها، بتحس كده يومك هادي ونفسيتك متزنة وروحك كده في السماء طايرة، مش مع الناس تحت.